السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا مزيانين وصحتكم مزيانه. اليوم جيت بغيت نشارك معكم هاد الكيك هذا بواحد الكريمه كتجي خطيره بزاف. كنتمنى ان هاد الفيديو هذا يعجبكم، وكنتمنى ان هاد الوصفه هذه تعجبكم وتجربوها وتخليو لي رايكم في التعليق. شوفوا البنات، انا متاكده انكم الا جربتوا هاد الوصفه هذه غادي تعجبكم وما غاديش تندموا عليها. هاد الكيك هذا البنات كيجي غزال بزاف. ودابا خليكم مع المكونات والطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي المكونات. عندي هنايا جوج ديال البيضات، عندي جوج معالق كبار ديال الكاكاو، عندي نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الحليب، ونص كاس ديال الزيت، و150 غرام ديال الدقيق اللي كنت غربلته قبل، وعندي خماره وواحد ساشي ديال الفاني. ودابا البنات غادي نجي للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي ندير البيض، جوج ديال البيضات، غادي نزيد معاهم نص كاس ديال السنيده. انا غنحاول انني نبدا نقول لكم هكا المكونات باش تعاودوا تسجلوهم. غادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان حتى ينسجموا لي مع بعضهم. ويولي الخليط بيض. وهنا غادي نزيد نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت. غادي نعاود نخلط هاد المكونات هادو مزيان حتى ينسجموا لي مع بعضهم. وهنا غادي نزيد الفاني، واحد ساشي ديال الفاني، وبالنسبه للدقيق غادي نبقى نزيد شويه بشويه بحال اللي قلت لكم البنات. بالنسبه للدقيق غادي نبقى نزيد شويه بشويه وغادي نبقى نخلط حتى ندير الكميه كامله اللي عندي. خماره اللي عندي وحده، وغادي حتى هي نخلطها مع المكونات حتى تنسجم ليا كامل. الدقيق غادي نزيد الكميه اللي بقات ليا كامله. نحاول انني نبقى نخلط البنات باش هكا ما يكونش ما يبقى لياش الحبيبات ديال الخميره او الحبيبات ديال الدقيق حتى هو. وعاد من بعد غادي نزيد الكاكاو. الكاكاو حتى هو غادي نبقى نزيد شويه بشويه ونخلط المكونات كلها. نتمنى انكم تجربوا هذا الكيك هذا وتخليوا لي رايكم في التعاليق. صافي البنات، غادي نبقى نخلط بحال هكا المكونات كامله حتى ينسجم لي مع بعضو. اللي كتشوفوها هو الخليط ديالي دابا راه وجد. انا راه حيت دايره الزوم للتليفون باش كنصور. دابا غادي نجي باش غادي نخوي في المول ديالي. غادي ندير الكيك ديالي في هذا. بالنسبه انا غادي نقاد لكم باش تشوفوا مزيان. بالنسبه للقطر ديالو فيه 30 على 22. هذا المول
صافي البنات فاش غادي نخوي غادي نحاول انني نقادو مزيان وعاد من بعد غادي ندخلو الفران. ها هو البنات هذا هو الكيك ديالي من بعد ما قاديته في المول. دابا غادي ندخلو الفران، غادي نخليه حتى يطيب. بالنسبه للفران يكون سخون غادي نديرو الفوق اكيد حتى يطيب، وعاد من بعد غادي نهبطو لتحت بحال غنطيبو كيكه عاديه، ومن بعد نتلاقى معكم باش نكملو التحضيرات ديال الكيك ديالنا. عندي 200 مليلتر ديال الكريمه السائله، عندي 150 غرام ديال الشكلاط. غادي ندوب الشكلاط وغادي نطلع الكريمه، وعاد من بعد غادي نخلطهم بجوج، وخليكم معايا حتى تشوفوا الطريقه اللي غادي نقاد بها. المهم هنا البنات غادي ناخذ في واحد البول اللي بغيتو، غادي ندير فيه الكريم ديالي، غادي نديرها فيه كامله. هنا البنات غادي نطلعها مزيان حتى يضاعف لي الحجم ديالها. هنا البنات هو الشكلاط ديالي راه كيذوب، راه بدا تقريبا كيذوب. المهم غادي نخليه هنا حتى يذوب على خاطرو، وعاد من بعد غادي نرجع معكم باش نكمل معكم الكيك. البنات من بعد ما طلعت ليا الكريمه ديالي والشكلاط راه داب، دابا غادي نجي باش غادي نكمل الخطوه الثانيه ديال هذا الكيك. هنا غادي نضيف شكلاط بيض على الكريمه اللي طلعتها مزيان بحال اللي شفتوا في الفيديو. صافي البنات هنا غادي نخلط هاد الكريمه والشكلاط بيض مزيان حتى غادي نسجموا ليه هكا مع بعضهم. نبقى نخلط غير بشويه. المهم بحال اللي قلت لكم البنات غادي نبقى نخلطها بهذه الطريقه هذه مزيان حتى ينسجموا لي مع بعضهم. واحد المذاق البنات زوين بزاف كاين. صافي وغادي نخليها في الثلاجه حتى غادي نسقي الكيك ديالي، عاد من بعد غادي نديرها ليه. دابا البنات انا راه درت شويه ديال القهوه، هنا كنت طلعتها في العصاره. دابا غادي نجي باش غادي نسقي بها الكيك ديالي كامل. نسقي الجوانب، هما اللي كيكونوا مهمين، هما اللي دائما كيبقاو يعني قاصحين. ومع اصل الكيك صراحه راه جا رطب، غير انا قلت نسقيه باش يعطيني مذاق زوين القهوه. صافي غادي نسقيها هكا مزيان. غادي نخليها البنات غير واحد شويه تشرب لي هاد القهوه اللي درت. وعاد من بعد غادي نكمل. ودابا البنات دابا غادي نجي باش غادي ندير عليها الكريمه اللي كنت حضرت معكم. غادي نحاول نطاليها او نقادها في الجوانب وفي كل شيء غير بشويه. معكم لاصوص اللي غادي ندير على الكيك ديالي. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الكاكاو، عندي نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال السكر. غادي ندير هاد المكونات هادو كاملين في كاسرونه. كاكاو، وعندي هنايا الحليب، سنيده، نص كاس ديال سنيده، ونص كاس ديال الزيت. المهم البنات غادي نخلط هاد المكونات هادو كامله مزيان حتى غادي تنسجم مع بعضها.
المهم البنات، هنا من بعد ما خلطت هاد المكونات هادو مزيان غير بمعلقه، دابا غادي ناخذ ميكسر وغادي نخلطهم حتى غادي ينسجموا مع بعضهم. هانتوما البنات شوفوا الصلصه كي كتجي صراحه كتجي عاقده وزوينه بزاف. دابا من بعد ما وجدت ليا غادي نجي باش غادي نخويها على الكيك ديالي. بسم الله. صافي وانا غادي نحاول نقادها بسباتول، نقادها من الجوانب وكلشي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى هذه الوصفه هذه تعجبكم وتجربوها وتخليو لي رايكم في التعليق، ونلتقاو في فيديو قريب ان شاء الله.